المؤثرة شيماء هدوج وبعد غياب طويل تخرج عن صمتها وكترد على الأخبار اللي تم تناقل ديالها في العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي قالوا بأنها كانت معتقلة بتهمة تبييض الأموال والاتجار في الممنوعات. شيماء وضحت سبب الغياب ديالها وكتبين الحقيقة ديال هاد الأخبار. تابعوا معنا الفيديو للتفاصيل. ديالي علاش غبرت، علاش ما بقيتش كنبان لكم فين كنت غنجاوبكم على كل شيء دو ا زد. اوكي يلا الفيديو ديالي. المهم حنا زينه ديالي بشر ياكم، والبشر ان فيت حنا ماشي دي روبو، اوني با دي روبو، يعني كنكونوا خاصنا ضروري اوبليجي كل نهار، فهمتوني؟ روبو ماكينه وكتخسر شي بعض المرات كتعيا، اوني داكوغ. فالزينه ديالي تقريبا نقدروا نقولوا عام كله، انا كنهضر على هذا العام هذا كنت اكتيف بزاف، يوميا كنبارطاجي معاكم البنات. في سبحان الله العظيم انتم اخر مره غندير لكم ستوري كنت في طنجه، عقلتو باش مشيت باش مشيت نتفاهم مع الشركه اللي كيفرشوا لي الدار على البيوت وداكشي. ديك النهار سبحان الله عقلتو البنات باش قلت لكم البنات راني مشهيه كسكسو. داك النهار رجعت للرباط. شيماء وقبل كل شيء كتعطي الدليل للمتابعين ديالها بأنها أول حاجة ما كانتش في المغرب بتاتا، وبأنها كانت في فرنسا. وبعض الناس اللي كذبوها وقالوا بأنها ما كانتش في فرنسا وكانت معتقلة في المغرب كتبين لهم الطابع ديال الباسبور ديالها وقتاش دخلت ووقتاش خرجت. تقولوا لي علاش كتورينا الباسبور ديالك وكتورينا زعما نهار دخلتي نهار خرجتي؟ عقلوا انا غادي جاي واحد السؤال، هو علاش كنوري لكم دابا، فهمتوني؟ المهم نهار 8 ديسمبر كما قلت لكم في مطار محمد الخامس كما كتشوفوا 2023 كنت دخلت هاد الزرقاء، دخلت للمغرب، وهاد الحمراء يعني خرجت من المغرب نهار 18 ديسمبر 2023. راس العام البنات دوزته هنايا في فرنسا. شيماء وضحت بأنها تعرضت لضغوطات نفسية في الفترة الأخيرة ودخلت في حالة اكتئاب لعدة أسباب. قلت لكم الزينات ديالي نهار 16 ديسمبر بالضبط كنت في طنجه، وكان هذاك هو اخر نهار كنت بارطاجيت معكم لي ستوري اللي عقلته باش مشيت شفت ثلاجه تلفازه ماكينه صابون عقلته، وباش كنت عند شركه ديال شويكو ديكور اكسيتيرا. المهم 16 نهار 17 رجعت بحالتي للرباط. نهار 18 الزينات ديالي كانت عندي الطياره. انا في هذه الفتره هذه اللي كنت ما كنحط لكمش فيها لي ستوري، يعني في هذا الشهر هذا ما كنتش في المغرب، كنت في فرنسا. هانتوما الزينات ديالي كما كتشوفوا هذا الباسبور ديالي، المهم والباسبور ديالي ما قدرتش نوريكم، ماشي مشكل. فوالا المهم جواز السفر ديالي، الزينات ديالي هيا تصويرتي اكسيتيرا، ما نغاديوش كلشي هنا. زينه ديالي باش تشوفوا انا نهار 18 شوفوا كنت مشيت 8 ديسمبر، عقلتو كنت مشيت 8 ديسمبر يومين قبل لانيفرسير ديالي، عقلتو دوزت لانيفرسير ديالي في المغرب 8 ديسمبر 2023 وهنا 18 ديسمبر، يعني انا 18 ديسمبر راني فالزينات ديالي حسيت براسي ماشي مزيانه، ما عنديش انرجي، شي حاجه في الداخل عيانه، ما عرفتش شنو السبب، ولكن حسيت براسي زيرو انرجي. زيت مع ذلك كان عندي شويه ديال المشاكل. انا هنا في فرنسا عندي سوسيتي، وراكم عارفين الكبيدات ديالي في الاخر ديال العام كيجمعوا بزاف الحاجات، بزاف ديال الحاجات خربقوا لي راس ديالي هنا في فرنسا، الوراق كاين اختي نعمه، كاين المهم بزاف ديال الحاجات، الله يحسن العوان. كنت عارفه انا بوحديتي كاين هنايا في فرنسا. المهم بزاف د الحاجات صراحه، الله شي بعض المرات الكتاف كيعيا، فهمتوني؟ الزينات ديالي الله يحسن العوان. كنوريو بزاف د الحاجات زوينين، ولكن كاين بزاف د الحاجات كيكونوا داغيغ الزينات ديالي، واش فهمتوني؟ الناس اللي في الغربه والناس اللي مو غيحسوا بي وغيعرفوني، فحسيت براسي عيانه، حسيت براسي بزاف ديال المهم راسي مرون عليا، فقلت شنو غادي ندير؟ شي من الاحسن حبسي واحد شويه، خليك مود اوف ترتاحي. شيماء كتأكد على أن سبب الغياب ديالها كان فقط أنها بغات ترتاح وبغات تبعد على مواقع التواصل الاجتماعي. قلت لكم الزينه ديالي فمني كنحبس لي ريزو سوسيو، انستغرام ولا اي حاجه، راه يعني الخلصه ديالي، يعني خدمتي انا انستغرام لي ريزو سوسيو، شي حاجه اللي كتعجبني، شي حاجه اللي كتفرحني بزاف، ولكن او ميم طون كتبقى الخدمه ديالي. فانا ملي حبست الزينه ديالي راه حتى الخدمه ديالي حبس، كلشي حبستو. علاش؟ لانه صافي حسيت براسي شوف المرات الزينه ديالك شي خدمه وفاك عطيونا واحد كونجي كل 4 شهور وكل، فهمتوني؟ كترتاحي، كتبقاي تقولي ياك ما كنديرش حاجه خايبه، ياك ما فهمتوني؟ كتبقى تعطي لراسك بزاف ديال الاسئله. فكنت محتاجه الزينه ديالي واحد الشهيار، نكون نبعد شويه على التليفون.
وبالرغم من أن شيماء أعطت الأدلة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ما كانتش معتقلة، إلا أن العديد من المتابعين مازال كيأكدوا على هذه الاتهامات اللي كانت موجهة لها مباشرة، ومازال كيأكدوا على أنها كانت معتقلة. ولهذا فهي مازال كتفسر لهم شنو السبب اللي خلاهم ينشروا هذه الأخبار. هانتوما الكبده ديالي. اول حاجه غنجاوبكم على هاد الهضره هادي اللي تقالت، واخا الصراحه وجهي مجاوبه الكبده. شو عليكم شو عليكم تظنوا بيا ديك الظن ولا العاده؟ ما عرفتش ماشي ديالي. اوكي نقدروا نقولوا شي. انا شنو قلت مع راسي؟ قلت مستحيل جاب لي شي حاجه بحال هذه حيتاش مجاوبه على راسها. ولكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترى الله يسمح شي ناس والله لا وجهي مجاوب على ديك الهضره، زعما ماشي ديال داكشي. انا اللهم لك الحمد ولك الشكر، انا عندي ساريات في حياتي اللي هما اهم حاجه عندي. غير اهم حاجه ما يطيحوش عندك الساريات، لو ريست جو مون فو. انا نقول لك الحاجه الاولى والديا، ربي الحبيب ووالديا. الحاجه الاولى ربي ما يكونش غضبان عليا، ربي يكون راضي عليا، ما نديرش شي حاجه خايبه. المهم انا ديما الحمد لله كنحس بلي ربي راضي عليا. الحاجه الثانيه والديا كيعيطوا عليا بنتي الله يرضي عليك الله يعاونك الله يكون معك. ثالث حاجه زينه ديالي الناس اللي كيبغيوني، يعني الناس اللي دايرين بيا، الناس اللي كيبغيوني بصح ديال القلب، هادوك كيبغيوني وتايقين فيا صافي. انا هادو هما المهم. يعني الناس الاخرين ماشي سوقي. لكن كيقول شي واش بصح هاد الهضره شي ما داخلش تكون شي حاجه دارت لك راه ما يمكنش. شوفوا كون داروا لي شي تهمه زعما خفيفه، داروا واحد التهمه اللي كبيره اخوتي ماشي ديالي والله ما ديالي ماشي مشكل. شيماء كتوضح السبب والأشخاص اللي كانوا وراء إطلاق هذه الإشاعة واللي خلات العديد من الناس يثيقوا فعلا بأنها معتقلة. المهم انا نهار 18 ديسمبر جيت لفرنسا، كنت في فرنسا ما عاودتش رجعت للمغرب. من 18 ديسمبر ما عاودتش حطيت رجلي في المغرب، هذه باش تكونوا عارفينها. ما كنتش في المغرب من 18 ديسمبر. نهار 20 ديسمبر حطيت لكم اخر ستوري اللي قلت لكم فيها راني ماشي مزيانه. نهار 24 ديسمبر غيبداو يتحطوا دوك الاشاعات، دوك ماشي اشاعه ديك الساعه ماشي عليا انا بلاتي. ديك الساعه بعد صفحات حطوا باللي واحد البنت كتعيش في مدينه سلا. النقطه الاولى كتعيش في مدينه سلا، متزوجه وعندها 2 وليدات، وكتبيع المنتجات ديال مواد التجميل. تم الاعتقال ديالها بتهمه ديال المخدرات، ولا الا كان حشمتها نقولها المخدرات وتبييض الاموال. وقيله ماش انا تبييض الاموال والله ما كنعرف شنو هو، ولكن ما عليناش ماشي مشكل. شنو ناضو داروا بعض الناس؟ المهم هاد السيده هادي هي اللي قالوا راه تعتقلت. انا ما عارفه شكون، ما عندي حتى شي اخبار، هادشي كاع حطوه الصفحات. جاو الناس شنو قالوا شيماء غبرات. حيت انا كنت ديك الساعه حطيت ستوري وعلمتكم قلت لكم خوتي غنرتاح ما جيتش غبرت هكاك. حطيت لكم ستوري شرحت لكم فيه، ورا ستوري مازال راه انستغرام كيارشيفي كلشي، مازال ستوري مارشيفي. اوكي وقالوا هاد البنت هادي تعتقلت هي وباباها وماماها وراجلها. اوكي فاول حاجه انا ما كنعيش في مدينه سلا، انا كنعيش في مدينه انا كنسكن في فرنسا. انا سلا كنمشي لها حيت عائلتي والديا كاين تما، وحتى داري اللي شريت انا ما كايناش في مدينه سلا. اوكي انا ما كايناش سلا كاين دار ماما وبابا والمحل ديال الوالد ديالي. اوكي هذه النقطه الاولى. ثاني حاجه قالوا البنت متزوجه، انا لست متزوجه، انا ما مزوجاش. انا 5 سنين هذه باش طلقت. اوكي انا في الوراق عندي مطلقه. يعني هو الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انا عندي بنيته وحده ماشي عندي 2 وليدات. الحاجه الرابعه بابا وماما الله يخليهم ليا والله يطول في عمرهم، خاصكم تعرفوا بلي حنايا 8 ديال النفوس، حنا 8 ديال خوتي. بابا وماما عندهم 8 د الوليدات، 8 طول عمرهم وطول حياتهم عندنا باتيسري خدام. هاد الإشاعات خلات شيماء لأول مرة تبوح بالأسرار العائلية ديالها للمتابعين وتدافع على الوالدين ديالها اللي تعرضوا للهجوم بطريقة غير مباشرة بعد إطلاق هاد الشائعات. الوالدة ديالي الوالد والوالدة ديالي من نهار حليت عيني وانا كنشوفهم كينوضوا مع الفجر ينوضوا. كيف ما بزاف ديال الناس كيعرفوا بابا عنده باتيسري، عنده مخبازه. اوكي كينوضوا مع الفجر يمشيو يطيبوا خدامين بالحلال كيعرقوا فيهم ديال بصح. سيروا سلاو سولوا قولوا ابراهيم بابا عنده لحيه، قولوا ابراهيم بولحيه. اي واحد يديكم عنده، اي واحد يهضر لكم عليه غير بالخير. فرباونا بالحلال الحمد لله، وهذا الشيء راه باين على وليدات والله ملك الحمد. بابا وماما عندهم 8 وليدات اليوم حنايا
كاينه اختي تبارك الله الكبيره راها في كندا مزوجه وعندها 4 الوليدات، كاينه اختي زينب، كاينه انا، كاين خويا حمزه، كاينه اختي نعمه. الحمد لله شكر الله، واحد ينستيكم في واحد الاداب الصواب الترابي هكا، اللهم لك الحمد لله كالشكر. داك الطريق وداك الشيء بعيد علينا. الغريب لو كان قالوا يهضروا عليا انا ماشي مشكل، لان داكشي كيضحكني. بابا وماما بزاف على اي واحد اللي يقول في ديك الهضره في الوالد ديالها، باش الناس محترمين الغزالين المؤدبين، نتوما على راسي وعلى عينيا، وانا تراب تحت رجليكم. اما الناس اللي ماشي عليا، انا نهضر غير على اللي دخلوا بابا وماما، نقول لكم بزاف عليكم ورا ما نسمحش ليكم. علاش؟ الا هضرتوا عليا انا نقدر نقول لكم انا في لي ريزو سوسيو، مع ذلك ما عندكمش الحق. نقدر نقول انا في لي ريزو سوسيو ماشي مشكل، عندي مناعه قويه، ولكن بابا وماما حشومه عليكم. بابا وماما كما قلت لكم خدامين بالحلال حدي الان اليومين هذا، تمشيو لحين بيعات السويقه لحين بيعات وسيروا تشوفوا بابا وماما خدامين على راسهم، باتيسري ديالهم في حي شعبي ومقاتلين مع الزمان. حشومه عليكم والله. وبعيدا عن موضوع الشائعات، شيماء كتقول أنها كتعرض باستمرار للتنمر والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد ما كتشارك مع المتابعين ديالها مشترياتها أو الممتلكات ديالها جديدة مثل السيارة أو الفيلا. دوك الناس اللي كيعايروا، دوك الناس اللي كيسبوا، دوك الناس اللي عرفتي كاين بعض الناس قلبهم خايب بزاف. انا اش نقول، انا تنعذرهم، تنقول هادو تكون طرات ليهم شي حاجه في صغرهم ولا مستحيل. البنات تخيلوا معايا، دخلوا شوفوا على عينيكم الكبيدات، وماشي كومونتير ولا جوج الاف الكومونتيرات واش كيكتبوا زينه ديالي غزه فيها. كتبين ليا كتعيقي عندنا بالصالون، ما عمري ما عيقيت الزينه ديالي. انا جاي لكم هذا الموضوع، كتعيقي بالصالون ودابا كل اللي عديت في سويسرا، زعما سويسرا هي الحبس. عرفتي كنشوف داكشي كنبقى نضحك، كنقول يا ربي السلامه، يا ربي السلامه. اش هاد الناس هادو، كنقول علاش لينا انا نشوف شي حد مثلا ما عرفت تبتالة ولا راه ما عرفتو طرالي شي مشكل مثلا وتشد يلا غلط، ولكن ربي واخا غلط هذا الانسان هذا ودار شي خطا وشد في الحبس، حشومه نجيو نشفاو بحال هكا بديك الطريقه، حشومه. شيماء وبعد الغياب ديالها نزلت فيديوهات وصور كتدل على أنها كانت في العمرة مع والدها في شهر يناير، ولكن البعض من المتابعين استمروا في نشر الشائعات وقالوا بأن هاد الفيديوهات قديمة، وبأن فقط خوها هو اللي كان كينزلهم، وأن هاد الغياب ديالها كانت في الاعتقال. وكاين شي ناس مني بانت وعرفوا بلي كنت لا زعما مني كنت قلت بلي راني في العمره اكسيتيرا، عاد ما قدروش يتقبلوها، قالوا بلي راه الفيديوهات قدام ولا هي راها مشدوده في الحبس. ما قدروش تالمون قلوبهم خايبه كبيدات، ما قدروش يتقبلوا. قالوا لا خصها تكون خاصه، لا علاش خرجت. ما قالوا راني خرجت، ولكن انا نشرح لكم واحد الحاجه. التهم هادو راه تهم لي كبارين، راه من 10 سنين للفوق ولا لا، كنظن القليله 5 سنين. هادشي راه شي حاجات لي كبارين، راه كنقول انا 10 سنين للفوق ياكم. اللي نفترض انه تشديت ياكم، وشي وحدين كيقولوا لي لا كنت مشدوده وطلقوك، واش تبييض الاموال على حسب حنا داكشي اللي قلتو نتوما، تبييض الاموال والمخدرات. واش كتجلسي شهر في الحبس؟ كتجلسي 20 يوم، حيت انا شي 25 يوم تقريبا اللي ما بنتش. اوكي كتجلس يلا حنا نقولوا شهر، لا نقولوا شهرين ماشي مشكل. واش تبييض الاموال والمخدرات كتجلسوا فيهم شهرين؟ فيهم شهرين الحبس؟ لا. دخلوا جوجل وكتبوا تهمه المخدرات وتبييض الاموال، راه عندكم 10 سنين للفوق. اوكي لا شدوني يلا وجلسوني شهر عندهم وطلقوني، هذا فإن دل فإنه يدل على أنه خرجت براءة، وخا هادشي راه ما كاينش عندكم. أنا كنمشي مع هاد الناس هادو في زعما في الهوا ديالهم. قلت لكم مزيانات ربي كيجازي كل واحد على حسب القليب ديالو. انا قلبي الحمد لله شكر الله زوين، عمري ما اديت، عمري ما ظلمت، عمري ما سبيت، عمري ما عايرت، عمري ما درت لشي حد ديالو. ربي مازال غادي يزيد يعطيني وعقله فين. قلت لكم الزينات ديالي، قلت لكم الزينات ديالي اللهم لك الحمد ولك الشكر. ما خلاو ما هضروا فيا، ما خلاو ما عايروا فيا، ما خلاو ما ضربوا في خدمتي، ما خلاو ما ضربوا ما خلاو حتى شي حاجه في البرودوي ديالي، ما خلاو. ربي عاد ما كيزيد يكثر عليا الخير، عاد ما كيزيد يقوي عليا حب الناس، عاد ما كيزيد يرزق الكثار. يعني شنو كتظنوا شي حاجه غتزيدوا ديروها اكثر من هادشي اللي غطيحني؟ والو. انا انسانه مؤمنه بالله، ورا صعيب انكم غير بدلوا الدوره، غير قلبوا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. مباشرة تيفي، جديد الأخبار.